السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هعمل لكم النهاردة ان شاء الله صينية جلاش بطريقة جديدة، وان شاء الله تعجبكم لانها مغذية جدا جدا، آه، وبأقل كمية لحمة. يعني كمية اللحمة اللي انا مستخدماها حوالي ربع كيلو. ان شاء الله يا رب تعجبكم، ونبدأ بسم الله. في الأول أنا عندي هنا طاسة حطيت فيها معلقتين 3 زيت، وحطيت فيها بصل مقطعاه مكعبات صغيرة. هنا دول بصلتين كبار الحقيقة، لو انت عايزة الكمية بالظبط علشان لفة الجلاش الكاملة. ابتدي بقى طبعا نقلب فيه على نار متوسطة. انا مش هحمره طبعا، انا بس هدبله، عشان كده انا مخليه النار متوسطه، ما هياش لا هي واطيه ولا هي عاليه. عندي هنا حبتين كوسه قطعتهم مكعبات برضو، وحبتين فلفل قطعتهم برضو مكعبات. شايفين البصل انا ما حمرتهوش، انا بس يدوب دبلت. ونفس الشيء انا اعمله مع الكوسه والفلفل. نقلب برضو لغايه ما يتبالوا شويه. بعد كده كان عندي في الفريزر هنا بسله وجزر، برضو اجيب شوية منهم. شوفي ال الخضار اللي احنا هندخله في صينية الجلاش، الخضار اللي عندك اعمليه. لو عندك فاصوليا خضرة كمان قطعيها صغير قوي كده، مكعبات صغيرة تتحط برضو. فالخضار اللي موجود عندك حطيه، لو مفيش بسلة مش مشكلة. المهم احنا بنحاول ندخل الخضار في اكلاتنا، علشان برضو دي حاجة مغذية لولادنا. ده بقى كرنب بتاع السلطة، قطعته برضو قطع صغيرة كده، وانا حطيته في الاخر لان الكرنب طبعا ورق خفيف ما بيتحملش. برضو اقلب، ابتدي بقى اتبل. حطيت الملح، وحطيت شوية فلفل اسود، وحطيت شوية كركم. بس مش هحط توابل اكتر من كده. انا فضيتها هنا في طبق عشان يبرد. ابتدي بقى اعمل الخلطة اللي انا هدهن بيها الجلاش. عندي هنا علبتين زبادي اللي هي الكوبايات الصغيرة دي. الكميات اللي انا مستخدماها دي طلعت بالظبط مناسبة جدا للفة الجلاش. فعندي هنا علبتين الزبادي او كوبايتين الزبادي الصغيرين. هكسر عليهم بيضتين. حطيت شوية فلفل اسود وشوية ملح. نخفقهم بقى بالشوكة كده مع بعض عشان الزبادي والبيض يتداخل مع بعضه ويتملح كله. وهحط معلقة كبيرة سمن، اي نوع سمن بقى عندك. انا حطيت هنا سمن بلدي اللي انا كنت مسيحاه في الشتاء، يكون السمن طري شوية او يعني مش مجمد. واخفقه بقى برضو مع الخليط بتاعي. الصينية اللي انا هعمل فيها او القالب هدهنه برضو بالسمنة. هدهنه من تحت طبعا بالسمن كويس. الخلطة اللي انا عملتها دي جميلة جدا جدا للجلاش، احلى من اللي احنا كنا بنعمله. كنا الاول بعد ما بنخلص
رص الجلاش بنضرب بيضة في كوباية لبن ونحطها، لا، جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. ربنا يخليك. على فكرة اتكلمت معاك عشان انت الوحيدة اللي في المجموعة بتاعت الموضوع ده. والله العظيم كنت متخيلة. ابتدي بقى ارص الجلاش من تحت، هحط طبقتين كده، بعدين احط بقى معلقتين 3 من الخلطة اللي انا عاملاها دي. انا هنا بدهن اول باول، مش استنى للاخر وبعدين اروح حاطه الخليط ده، لا، بين كل طبقتين هحط كده معلقتين 3 وافردهم على ورق الجلاش. شوفوا بقى هنا انا هحط طبعا اللحمه دي انا معصجاها، هحط معلقتين. طبعا انتم ملاحظين ان انا ما رصيتش زي ما كنا بنعمل نص كميه الجلاش وبعدين نحط الحشوه، لا، انا هخلي الحشوه هنا، هوزع ربع كيلو اللحمه المعصجه اللي انا عاملاها، هعملها على كذا طبقه. هتشوفوا هتفرق في الاخر في الشكل بتاع قطع الجلاش لما تقطعيها، وهتفرق في الطعم. خدوها مني ثقة، جربوا الطريقة دي، شوفوا ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. احط ورقتين تاني جلاش، واحط برضو معلقتين او 3 من الخلطة الجميلة دي، وافردها على ورقة الجلاش. هما دول اللي انا حطيتهم، كانوا 2 ورقتين مع بعض. نفردهم كويس طبعا على سطح الجلاش كله. هنا عندي الخضار بعد ما برد حطيت له حزمة بقدونس، قطعتها فرمتها رفيع واخلطها معاهم كويس، وابتدي برضو اخد شوية من الخلطة الجميلة دي ونعمل طبقة الخضار. احنا كنا متعودين نعمل الجلاش باللحمة بس، جربوا الطريقة دي وشوفوا جمالها. منها توفير من استهلاك اللحمة اللي هي بقت غالية جدا جدا دلوقتي، ومنها نزود القيمة الغذائية. القيمة الغذائية مش بس في اللحمة يا جماعة، القيمة الغذائية الأعلى من اللحمة في الخضار اللي أنا حطاه ده. هنكرر بقى الموضوع دوت، نحط طبقات من الجلاش ندهنها، ونحط طبقة اللحمة المعصجة، اوعي تفتكري ان كده هيبقى كمية اللحمة قليلة، لا، كان ممكن دي تتحط في نص طبقات الجلاش الكمية كلها. انا كده وزعتها عشان يبقى فيه النكهات مختلطة مع بعضها، اللحمة مع الخضار. والله ريحتها وانا بسويها في الفرن كانت في منتهى الجمال، وطعمها بقت الطبقات اللي من تحت خالص ومن فوق مقرمشة، وفي النص كده الخضار طعمه جميل. شايفين بحط كل طبقتين، كل ورقتين جلاش بدهن الخلطة اللي أنا عاملاها، وبحط كمية من الخضار، وبعدين يعني إيه الخضار مرة ومرة اللحمة، مرة خضار ومرة لحمة. وسبحان الله الكمية اللي أنا عاملاها سواء لحمة أو خضار كانت متوافقة تماما مع ورقة لفة الجلاش نفسها. يعني على آخر طبقة
كانت الكمية دي خلصت ودي خلصت. دي آخر طبقة عندي في الخضار. إذا عايزة ترشي جبنة، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر مبشورة، جبنة رومي مبشورة، ممكن. في الآخر خالص بقى كل الزيادات اللي على الجوانب بروح رافعة كده الطرف وادخلها من جوه، انزلها كده من تحت. على مهلك كده من الجنب ترفعي وتروحي منزلة الزيادات اللي على الجوانب. الكمية اللي اتبقت بقى معايا من الخليط الحلو اللي عملته ده بدهن بيه الوش من فوق وبقطع. انا مش بقطع لغاية تحت خالص، لا، انا من يعني لنص الصينية كده او لنص الطبقات بمشي السكينة بس. هي كده خلاص خلصت. اكون بقى مشغلة الفرن على 180، ادخلها الفرن. اخدت حوالي ربع ساعة. شايفين لونها جميل ازاي؟ هقطع بقى قطعة وتشوفوها من جوه، تشوفوا الطبقات وجمالها. يا رب يا رب تعجبكم. طريقة جميلة ومغذية اكتر من ان هي يبقى كلها لحمة. شايفين بقى الطبقات من فوق ومن فوق ومن تحت مقرمشة جدا وخدت لون جميل. اللحمة متوزعة كويس والخضار متوزع. يا رب إذا عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، ودعوة كده حلوة منكم إن ربنا يديني الصحة. ربنا يكرمكم. ألف شكر.